الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، كردا وعربا في سوريا والعراق وفي كردستان والمهاجر، مرحبا. سأحاول الاختزال والاختصار، وأعتذر يعني سلفا عن الإطالة في هذا الفيديو، لأنه الموضوع الذي سأتحدث فيه لكم أو إليكم يعني عصي على الاختزال والاختصار، وسأترك الأحكام لكم في نهاية هذا الفيديو. هذا الكتاب لفت انتباهي العنوان والغلاف، وهو للأستاذ فخري كريم، المدير العام لمؤسسة المدى العراقية للثقافة والفنون. وكما رأيتم عنوان الكتاب: ثلاثية الفساد، الإرهاب والطائفية. الغلاف والعنوان يشيان بالمحتوى، لكن بصرف النظر عن المحتوى، المهم يعني بالنسبة لي الآن هو العنوان والغلاف وكرسي المنصب أو كرسي السلطة، أو ما يقصد به بكرسي المنصب أو السلطة تحت هذه الثلاثية: الفساد والإرهاب والطائفية. في هذه الأيام تشهد عاصمة إقليم كردستان الفيدرالي تظاهرات ثقافية مهمة، هي معرض أربيل الدولي للكتاب. هذا المعرض بدأ من 9 أبريل وسيستمر إلى 19 أبريل، شهر أبريل الجاري 2025. افتتح المعرض الزعيم الكردي والرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، السيد مسعود بارزاني، إلى جانب فخري كريم، المدير العام لمؤسسة المدى للثقافة والفنون في العراق، المشرفة أو على المعرض، وعلى أساس يعني بالتعاون مع وزارة الثقافة في إقليم كردستان الفيدرالي. والسؤال الذي يعني يحق لي أن أطرحه: هل بالفعل هو معرض أربيل الدولي للكتاب، أم هو معرض دار المدى أو معرض المدى الدولي للكتاب؟ قبل الخوض في محاولة الإجابة على هذا السؤال، سؤال هوية المعرض، هل بالفعل هو معرض أربيل الدولي للكتاب أم معرض المدى أو دار المدى الدولي للكتاب؟ ينبغي علي أو لا مناص من التطرق للنقاط التالية كنقاط تمهيدية وأولية للخوض في هذا الموضوع وفتح هذا الملف. أولا، معارض الكتب في العالم العربي، وأعتقد في العالم أجمع، يعني تكون تابعة لوزارة الثقافة في البلدان والأقاليم. هذا أولا. أو يعني معارض الكتب الدولية، هنالك معارض ربما تشرف عليها دار نشر أو نشاطات ثقافية تشرف عليها دار نشر، أيضا بالتعاون والتنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية وهي وزارة الثقافة. لكن المعارض الدولية والتي تكون منصات للتواصل الثقافي الدولي بين الدولة المعنية أو الإقليم المعني والعالم، هذه المعارض من اختصاص وزارات الثقافة وليست من اختصاص ولا ينبغي أن تكون من اختصاص دار نشر معينة، لأنه هنالك تضارب مصالح. لأنه معلوم أنه هنالك منافسة ما بين أبناء المهنة، أبناء الكار.
هذا التنافس والعلاقات بين دور النشر في العالم العربي أو في العراق تنظمها اتحادات ونقابات تشرف وترعى يعني مصالح الناشرين ومصالح هذه المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب في العالم العربي وفي البلدان العربية. لكن دار نشر بعينها تشرف على معرض دولي، يعني هذه سابقة آه، بالنظر إلى أوضاع البلدان المستقرة، يعني مش العراق وبلدان مهمة، مثلا بلدان جارة للعراق أو حتى لكردستان. يعني هنالك يعني إشراف مباشر لوزارة الثقافة على هذا هكذا تظاهرات ثقافية ومعارض دولية معنية بالكتاب. طبعا يكون هذا أيضا بمساهمة وإدارة مباشرة من قبل وزارات الثقافة، ربما لدور نشر مهمة يعني صاحبة ميزانية كبيرة لها الحق في أن تساهم في أن تكون ضمن رعاة أو المساهمين في المعرض. لكن يعني من الألف إلى الياء من أن يترك الأمر تنظيما وإشرافا وأعدادا لدار نشر معينة، فهذا يعني في تقديري وظني سابقة وغير موجودة، يعني وغير مريحة، لأنه دور النشر ستتحسس، لأنه دار المدى التي تشرف الآن على معرض أربيل الدولي مقامها في معارض دولية أخرى، معارض عربية أخرى كأي دار نشر أخرى. يعني السلطنة والسطوة والمكانة والحضور الذي تحظى به دار المدى ومؤسسة المدى في معرض أربيل الدولي لا ولن تحظى به في معرض الكويت أو معرض الشارقة أو معرض القاهرة أو أي معرض في العالم العربي. وأزعم بأنني مش أزعم، يعني بكل تأكيد أنا زرت جناح دار المدى في معرض الشارقة وفي معرض تونس وفي معرض القاهرة، وشفته يعني جناح أقل يعني كتير متواضع، يعني قياسا بدور النشر المصرية الأخرى أو بدور النشر الخليجية أو بدور النشر يعني صاحبة الأرض. يعني ولا أعلم بصراحة يعني المقام والمكان الذي تحظى به دار المدى في معرض أربيل الدولي، هل هو نفسه المقام الذي تحظى به في معرض بغداد الدولي؟ هذا أيضا سؤال. النقطة الثانية التي أود التطرق إليها قبل الخوض في تفاصيل هذا الملف هو أنه معارض الكتب الدولية هي منصات صحيح أنها تظاهرات ثقافية لتحفيز القراءة، لتنشيط عملية النشر والطباعة، ويعني اقتناء الكتب والتعريف بالكتب وبالكتاب والأدباء، ويعني منصة لندوات فكرية وثقافية، كل مجمل العملية الثقافية وتفرعات هذه العملية الثقافية. نعم هذا صحيح، لكن هنالك جانب آخر يعني في المعارض الدولية، وأنه تكون جسور للتواصل والعلاقات ما بين الدول والشعوب وثقافاتها. لا أعلم يعني إلى أي، يعني الموضوع مش بس جانب ثقافي محض، لا، هنالك جانب اقتصادي، هنالك جانب ثقافي. يعني وفق الأرقام يمكن أن نعود، يعني حجم الصرف الذي يعني تصرفه إمارة الشارقة ودولة الإمارات على النشاطات الثقافية وعلى المعارض الدولية التي تقام على أرض الإمارات، يعني صرف مهول، لكن الهدف منه التسويق لتجربة الإمارات في الحكوم، في النظام الإداري، في تحفيز العملية الثقافية، في هنالك جانب أيضا
تسويقي سياسي. والسؤال هنا إلى أي درجة مؤسسة المدى وعلى امتداد استلامها لمعرض أربيل الدولي من 2008 وإلى الآن، إلى أي مدى حققت دار المدى اختراقا وطنيا وديمقراطيا في الوعي العراقي. يعني العراق على امتداد هذه السنوات إلى أي درجة العراقيون في البصرة أو في العمارة أو في النجف أو في بغداد يعني يستسيغون العلم الكردستاني ويستسيغون تجربة كردستان العراق والثقافة الكردية. هذا على المستوى العراقي. على المستوى الدولي أيضا أو على المستوى العربي، يعني هل كان لدار المدى تلك المساهمة وعبر منصة معرض أربيل الدولي التعريف بالتجربة الكردية، بالنضال الكردي، بالمظلومية الكردية، بالحقوق الكردية، كل هذه التفاصيل التي هي مهام استراتيجية يعني تقع على عاتق معرض أربيل الدولي ومنظمي هذا المعرض ورعاة هذا المعرض، يعني وزارة الثقافة وحكومة إقليم كردستان العراق. يعني الزعيم الكردي مصطفى مسعود البارزاني، مسعود مصطفى البارزاني، عندما يفتتح هذا المعرض ويلقي في دورات الافتتاح كلمة، ينبغي أن تكون لديه يعني مراجعات الجدوى والعوائد السياسية والثقافية لهذا المعرض على صعيد التسويق للتجربة الكردية والهوية الكردية والثقافة الكردية ونموذج الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق. إلى أي مدى حققت دار المدى هذا النجاح بما يتجاوز دور وزارة الثقافة في حكومة الإقليم. معنى ذلك أنه يستمر المعرض هكذا على ما هو عليه، وتطالب مؤسسة المدى بالمزيد من النجاحات والتوسع في هذه التجربة. لكن عندما نعود إلى الأرقام، ولا أعلم مدى اطلاع الزعيم الكردي كاك مسعود بارزاني ورئاسة الإقليم الحالية ورئاسة حكومة الإقليم على المعلومات الحقيقية التي تصلهم حول هذا المعرض، لربما يعني تصلهم تقارير مضللة، يعني تبقي الأمر على ما هو عليه، والجانب البحثي والتقصي والمراجعة حتى ولو كانت هنالك جهود في هذا الإطار يصار إلى إبعادها عن دوائر اتخاذ القرار، لا لكي يبقى الوضع على ما هو عليه. ويعني نمي إلي أنه هنالك شيء من هذا القبيل، يعني لا يريدون للزعيم الكردي مسعود بارزاني الاطلاع على حقيقة الأمر، ويعني إجراء مراجعات نقدية سياسية ثقافية اقتصادية، والجدوى السياسية والثقافية والاقتصادية من معرض أربيل الدولي للكتاب تحت إشراف فخري كريم ومؤسسة فخري كريم. هنالك شيء يمكن يعني تصنيفه أو توصيفه بأنه تعمية أو صرف أنظار القيادة الكردية عن هذه الحقائق. ذكرت في فيديوهات أو فيديو باللغة الكردية ما أذكره الآن أيضا باللغة العربية، ومن ضمن هذه النقطة الثالثة التي سأقولها لكم. من عادات وتقاليد المعارض الدولية أن يكون هنالك ضيف شرف على مستوى الدولة، على مستوى إقليم. يعني ممكن أن تكون إسبانيا ضيف شرف معرض أربيل الدولي، وممكن أن يكون إقليم كاتالونيا أيضا ضيف شرف. ممكن أن تكون بلجيكا ضيف شرف معرض أربيل الدولي، وممكن أن يكون إقليم
فلاندرن أو إقليم والونيا أو إقليم أوبن أو إقليم بروكسل أن تكون ضيف شرف على معرض أربيل الدولي، بمعنى الاستضافات الدولية تكون خارج إطار الدولة أو الإقليم المعني بمعرض الكتاب الدولي. وهذا يجري في معرض بغداد يعني، وفي كل معارض البلدان العربية، أن يكون هنالك ضيف شرف يعني في هذا الخصوص على امتداد هذه السنوات التي يديرها فخري كريم ومؤسسته لمعرض أربيل الدولي من 2008 ولغاية الآن. كم مرة استضاف هذا المعرض مثلا دولا عربية: لبنان، فلسطين، الكويت، السعودية، مصر، الجزائر، المغرب. يعني لو حاولت مؤسسة المدى والسيد فخري كريم يعي هذه المسائل يعني، وهو إداري ومنظم بارع للنشاطات الثقافية، وهو ينبغي أن يراعي هذه المسألة إذا كانت لديه بالفعل نوايا حقيقية وطنية ديمقراطية لتقديم صورة واقعية وحقيقية عن إقليم كردستان العراق للعالم العربي وللبلدان العربية وللأوساط الثقافية العربية. لا وجه أو لا أخذ في عين الاعتبار أثناء تنظيم دورات معرض أربيل الدولي استدعاء أو استضافة دول عربية إلى هذا المعرض. يعني قياسا يعني من 2008 وحتى الآن، باستثناء يمكن دورة كورونا، أو تم إلغاء إجراء أو آه، تم إلغاء دورة من دورات معرض الكتاب الدولي في أربيل. الدورات الأخرى في تقديري وحسب متابعتي لم يصار إلى توجيه دعوات، ولم يكن هنالك ضيوف شرف على مستوى الدول أو على مستوى الأقاليم. إذن مع هذا التغييب أو الغياب تجاوزا، كيف يمكن أن نسمي هذا المعرض بأنه معرض دولي؟ يعني مشاركة بعض دور نشر من تركيا أو من إيران أو من أي بلد آخر، هل يمكن اعتبار ذلك معرضا دوليا؟ أنا في تقديري لا، ليس كافيا، ليس كافيا. عندما يكون هنالك ضيوف شرف على مستوى الدول أو الأقاليم من خارج العراق، من خارج كردستان، بالفعل وقت ذاك يمكن أن يصار إلى توصيف هذا المعرض على أنه دولي 100% على صعيد الاستضافة وعلى صعيد حجم المشاركة في هذا المعرض على مستوى دور النشر في العالم وفي العالم العربي وفي العراق. السيد فخري كريم يعترف بأصوله الكردية، فخري كريم زنجنة، وهو شيوعي عتيق وعتيد. ومؤسسة المدى يعني دائما تتحدث على أنها يعني وطنية، ويعني منفتحة على الثقافات وكذا. سؤال هنا يعني: ماذا قدمت دار المدى للثقافة الكردية على مستوى اللغة، على مستوى النشر، على مستوى يعني هل هنالك شيء من إصدارات دار المدى سواء مجلة أو جريدة منشورة باللغة الكردية للقارئ الكردي؟ هل هنالك شيء؟ أتمنى للسيد فخري كريم أو لإيهاب القيسي المدير المعرض أن يقدم لي بالأرقام وبالأسماء إصدارات دار المدى باللغة الكردية، سواء كانت باللغة العربية يعني اللهجة الصورانية اللي بيتكلم فيها أهل أربيل والسليمانية، أو باللغة الكردية بالأحرف اللاتينية اللي يتكلم بها عموم كرد سوريا وكرد تركيا وأجزاء من كرد
إيران والكرد في المهجر أيضا. يعني ماذا قدمت دار المدى؟ ما هو عدد العناوين والإصدارات التي أصدرتها مؤسسة المدى أو دار المدى بهاتين اللغتين فيما يتعلق بالأدب، الرواية، الشعر، التاريخ، نشر كتب؟ يعني هل هي دار نشر فقط باللغة العربية؟ لكي نعلم يعني والرغم يعني أنا لا أبخس هذه الدار حقها من الأهمية والدور والتأثير، لكن أثناء الحديث عن تنظيم هذه المؤسسة وانفرادها بمعرض أربيل الدولي ينبغي أن يكون هنالك شيء يوثق الأداء الوطني، الأداء الكردي لمؤسسة المدى، لدار المدى، على صعيد نشر وطباعة كتب أو مجلات أو أقسام للغة الكردية في مجلة المدى أو في صحيفة المدى أو أي شيء من هذا القبيل، يكشف بأنه بالفعل هنالك توجه ومسعى وطني ولأن مثل ما أنه اللغة الكردية هي لغة رسمية في العراق، فدار المدى في الإطار الثقافي، في الإطار الوطني، أيضا تعتمد اللغة الكردية في عملية الطباعة والنشر. هل هنالك شيء من هذا القبيل؟ ينبغي أن نعرف. يعني ما هي الخدمات التي قدمتها دار المدى للحركة الوطنية الكردية، للحركة الثقافية الكردية، قبل وبعد تأسيس إقليم كردستان الفيدرالي، لكي نعرف. يعني دار المدى تأسست في 94 93 مع بدايات إعلان كرد العراق لمنطقة كردستان كنظام حكم فيدرالي في 92، يعني فترة متزامنة. في تلك الفترة ومع انطلاقة دار المدى وتنظيم دار المدى، وأنا حضرت نشاطات لدار المدى، أسبوع المدى الثقافي في دمشق ونشاطات دار المدى، معارض كتب وأمسيات موسيقية وأمسيات شعرية، أنا حضرتها في فترة إقامتي في دمشق، لكن لم أجد شيئا له علاقة بالثقافة الكردية. يعني أنا حضرت آه، أمسية موسيقية لنصير شمة أثناء تقديمه معزوفات. نصير شمة من خلال هذا الحس الموسيقي الإنساني العالمي المتجاوز للحدود والأطر القومية، كان يعزف معزوفات كردية، يدغمها يدمجها ضمن معزوفاته في أسبوع المدى الثقافي. وأعتقد أنه هذه يعني بادرة من نصير شمة، وليست يعني بأمر أو بتكليف أو بتوجيه من فخري كريم ومؤسسة المدى، لأنه نفس المعزوفات ونفس الجانب الإنساني الذي يستفيد من الثراء الغنائي والموسيقي الكردي قدمه نصير شمة في مناسبات وفي أماكن عديدة. مقصدي من هذا الكلام أو من هذه النقطة الرابعة أنه يعني ماذا قدمت دار المدى، ماذا قدم فخري كريم على الصعيد الشخصي، على الصعيد الشخصي يعني للسيد مسعود بارزاني؟ يعني ما هي الخدمات الجليلة والكبيرة والعظيمة والتي تشفع له بأن يمنحه السيد مسعود بارزاني أو حكومة الإقليم أو قيادة الإقليم هذا التكليف، هذا التفويض المفتوح، أنه فخري كريم ومؤسسة فخري كريم تتجاوز وزارة الثقافة الكردية وتتكفل بإقامة معرض أربيل الدولي طيلة هذه السنوات. هذه أسئلة مشروعة ينبغي طرحها. يعني إذا كان هنالك قلق أو خوف أو خجل من النخب الثقافية الكردية في العراق، في كردستان العراق، طرح هذا السؤال، أنا لدي هذه الشجاعة ويعني في طرح هذه الملاحظات وفتح يعني فتح هذه الملفات. لنأتي لبعض الأرقام، يعني وستجدون الروابط أسفل هذا الفيديو من باب
توثيق الأرقام وتوثيق الكلام، مش هنميز على الأستاذ فخري وحاشية الأستاذ فخري كريم صغارا وكبارا. بحسب ما نشره موقع قناة كردستان 24، شارك في دورة 2023 من معرض أربيل الدولي 350 دار نشر، هذا في الدورة قبل الماضية 2020. وبحسب القناة نفسها موقع كردستان 24، في دورة العام الماضي 2024 شهدت هذه الدورة مشاركة 300 دار نشر، من 350 إلى 300 دار نشر. بينما يشير الموقع الرسمي، وبإمكانكم العودة إلى الموقع الرسمي لمعرض أربيل الدولي، وأنا عديت الأسماء دور النشر المشاركة في هذه الدورة في الجدول، راح تشوفوا يعني الدور النشر المشاركة. يشير الموقع الرسمي يعني إلى مشاركة 220 دار نشر في هذه الدورة. وكمان معرض بغداد الدولي على صفحته في الفيسبوك أشار إلى مشاركة يعني ما يزيد عن 200 دار نشر. إذا نحن إذا مجموعة من الأرقام من 350 دار نشر في دورة 2023 إلى 300 دار نشر بانخفاض قدره يعني 50 دار نشر إلى 220، هي يعني الأرقام أشارت لي أنه 218 مش مشكلة، دارين زيادة من عندي كمان صاروا 220 لكي نقفل الرقم. ماذا يعني هذا المؤشر؟ من خلال يعني من 350 دار إلى 220 دار، يعني تراجع بمستوى 130 دار. وهذا الكلام يعني موثق، وستجدون الروابط أسفل هذا الفيديو. ماذا يعني؟ ألا يعني هل يعني أنه المعرض في تقدم ونمو واستيعاب وطيب، أم في تراجع؟ هذا سؤال. وأيضا عطفا على هذا السؤال، غياب 300 أو 130 دار نشر أقل أو أكثر يعني في هذا الحدود، أكيد له خلفيات وأسباب. مش معقول هذه الدور النشر تبخرت يعني. ومن مميزات نجاح أي نشاط بخاصة معرض الكتاب اتساع دائرة المشاركين في هذا المعرض. هلا أنا سمعت أحيانا أنه من بعض العاملين في المعرض الآن تصريحات أنه شارك نحو 350. لا، هذه الأرقام قديمة، والأرقام الموجودة على الموقع الرسمي، أنا معني بالموقع الرسمي للمعرض، وسأعتبر كل الدور النشر أسماء دور النشر الموجودة في الجداول، جداول دور النشر أسماء حقيقية ومش أسماء وهمية. 220 دار نشر فقط في دورة 2025، الدورة الحالية التي تشهدها أربيل عاصمة أقليم كردستان الفيدرالي.
كما رأيتم بحسب موقع ويكيبيديا أنه الدورة الأولى لمعرض أربيل الدولي للكتاب كانت في 2006، لكن في الموقع الرسمي لمعرض الكتاب الدولي في أربيل، في الموقع الرسمي كما رأيتم، ولأنه الأستاذ فخري كريم بيحب التوثيق فأنا حبيت أوثق له كل هذه المعلومات من مصادرها. الموقع الرسمي لمعرض الأستاذ فخري كريم يشير إلى 2008 أنه من إنجازات هذا المعرض. مش بس يعني يتجاهل الدورة الأولى والدورة الثانية 2006 2007 ويبدأ من 2008. وأثناء الحديث يعني إذا أنتم دخلتم على الموقع الرسمي للمعرض ونقرتم على أيقونة من نحن، ما في معلومات عن المعرض. المعلومات كلها عن مؤسسة المدى وفروع مؤسسة المدى ومتى تأسست وكل هذه التفاصيل، ما في شيء يعني. وحتى انطلاقة معرض أربيل الدولي للكتاب موجود ضمن إنجازات دار المدى، إنجازات مؤسسة المدى للثقافة والفنون والمعارض الدولية. يعني إذا مؤسسة المدى بهذه الكفاءة وبهذه القدرة وبهذه الطاقة والمهارات والخبرات التي يصار تسويقها، أنا ما راح أقول أنه تروح تنظم معرض الكويت أو معرض دمشق أو معرض الأردن أو معرض لبنان، لا تنظم معرض بغداد الدولي. ليش ما تنظم معرض بغداد الدولي إذا دار المدى بهالخبرة العتيدة والكبيرة؟ يعني الموضوع ليش مقتصر على معرض أربيل الدولي؟ راجعوا الموقع الرسمي لمعرض أربيل الدولي للكتاب وابحثوا عن الموقع الرسمي لمعرض الدولي مثلا للكتاب في القاهرة أو في أي منطقة أو أي بلد من البلدان العالم العربي، راح تشوفوا معلومات عن المعرض، مش معلومات عن الجهة التي تنظم المعرض. هذه المعلومات ينبغي أن تنشرها مؤسسة المدى على الموقع الرسمي لمؤسسة المدى، مش تحت عنوان معرض أربيل الدولي. من نحن؟ نحن دار المدى. إذا كيف يمكن وكيف يستقيم أن نقول بأن هذا المعرض هو معرض أربيل الدولي واعتمادا على موقع معرض أربيل الدولي ننقر من نحن، تطلع من نحن مؤسسة فخري كريم الجميلة البهية الثقافية الفنية الموسيقية الكلش حلوة؟ كيف يستقيم الموضوع؟ هذا سؤال برسم حكومة إقليم كردستان العراق، برسم يعني هل فخري كريم غير مطلع عن هذا الموضوع؟ مش صحيح. رجل بخبرة فخري كريم السياسية والإدارية والأمنية مش معقول تخفى عنه خافية في مؤسسة المدى أنه كيف معرض الكتاب الدولي موقع لك، هذا موقع رسمي لمعرض الكتاب الدولي في أربيل. من نحن؟ تنزل لك معلومات السي في والبيوغرافي تبع مؤسسة المدى منذ النشأة وحتى حتى اللحظة. هاي هذا شغل زين؟ هذا مش شغل زين يا أستاذ إيهاب القيسي، ولا شغل كلش زين أستاذ فخري كريم. أنا يعني عذرا ما بتزبط، هاي ما بتنبلع يعني بأطنان من البيبسي كولا والكوكا كولا، ما بتزبط. يعني ينبغي أن تراعوا هذه المسائل حتى ولو شكليا، يعني انه بيجي واحد ناقد او كاتب يتحرى ويبحث فيكشف هذه مش ثغرات، هذه فجوات وفجوات وقحة. ماكو معلومات عن
أيقونة من نحن شفتوها يعني عن مؤسستكم يابا. هي مش معلومات عن معرض أربيل الدولي. يعني واحد يجي يتحرى يعمل دراسة يعمل أطروحة الدكتوراه عن معرض أربيل الدولي منذ، يابا مش منذ النشأة، مش منذ 2006 و2007، منذ 2008. هاي انتم شو سويتوا؟ باحث يعمل اطروحة الدكتوراه مثلا في الفعل الثقافي معرض أربيل الدولي نموذجا. إذا بده معلومات من وين بده يستقي هذه المعلومات؟ من الموقع. ماكو معلومات غير عنكم، عن شغلكم كمؤسسة مدى، مش كمعرض أربيل الدولي للكتاب. إذا أراد أي كاتب أو باحث أو قارئ أو مشاهد أو مطلع تحري حول شخصية السيد فخري كريم، بإمكانه أن يحصل يعني على ما هو منشور على شبكة الإنترنت والويكيبيديا والمعلومات كبير مستشاري الرئيس جلال طالباني ومن هالقصص يعني هذا واجد يعني موجود بكثرة في الإنترنت. سأحاول أن أعيد بعض المعلومات التي ربما نسيها أو تناساها البعض، لكي نعرف قليلا أو نزيل البعض من الغموض واللبس حول شخصية ودور السيد فخري كريم، القيادي السابق وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي ومدير مؤسسة المدى للثقافة والفنون في العراق. هنا سأحاول أن أورد لكم بعض المعلومات على ذمة ناشريها، مش ذمتي أنا. أنقل إليكم ما هو منشور وما هو متداول موثقا، والخلاصة والحكم لكم بعد المداولة. كتب سماح إدريس رئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية مقالا مطولا بعنوان نقد الوعي النقدي، كردستان العراق نموذجا، ونشرته مجلة الآداب كافتتاحية في عدد شهري مايو ويونيو 2007. ذلك المقال بما أثاره من ردود أفعال متضامنة مع إدريس ومناهضة له، ومواقف أخرى متضامنة مع فخري كريم ومناهضة له. تلك المقالة يعني في تقديري كانت تعبيرا عن المواجهة السياسية والقانونية الأولى بين داري نشر عربيتين، الآداب اللبنانية العتيقة التي تأسست سنة 1956. وما لهذه الدار، دار الآداب، من إرث ثقافي كبير. والطرف الآخر في المواجهة مؤسسة المدى أو دار المدى العراقية الحديثة العهد والنعمة أيضا يعني، التي تأسست كدار نشر وبعدين تحولت إلى مؤسسة سنة 1993. ما يعني عندما تأسست دار الآداب اللبنانية في سنة 1956، مقصدي أنه الأستاذ فخري كريم هو من مواليد 1942 عندما انطلقت دار الآداب سنة 1956. كان عمر فخري كريم وقت ذاك 14 سنة. مش مشكل يعني، فليكن. بعد مرور 18 سنة على
مقالة سماح إدريس التي انتقد فيها طيفا واسعا من الشخصيات السياسية والثقافية والمؤسسات، يعني من ضمنها يعني زعامات كردية، جلال طالباني، مسعود بارزاني، أدونيس، شخصيات كثيرة. يعني الوحيد اللي اعتبر المقال من طينة القدح والذم والشتم والسب هو فخري كريم، وأنه إهانة طاولته في سمعته وفي كرامته، رغم أنه كمية الانتقادات التي وجهها سماح إدريس إلى الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني كانت أضعاف ما وجهه سماح إدريس إلى فخري كريم. مع ذلك الزعيمان الكرديان وأدونيس وشخصيات أخرى لم يتقدموا بشكاوى أو فتحوا دعاوى قضائية على سماح إدريس. ويعني هل يعني ذلك أن انتقادات سماح إدريس أعجبتهم؟ لا، لكن لم يروا في الأمر أنه سبب كافي ومقنع لفتح دعوة أو رفع دعوة ضد مؤسسة ثقافية عريقة بسبب مقال نقدي قد يكون جارح حاد، لكن الموقف الوحيد أو المتشنج واللي يعتبر الموضوع شخصي وإهانة وكذا وانفعل بشدة كان موقف فخري كريم، ورفع دعوة على آه، سماح إدريس وعلى مجلة الآداب اللبنانية. بعد مرور هذه السنوات 18 عدت إلى قراءة تلك المقالة السالفة الذكر واحتفظت بها، وهي موجودة على موقع مجلة الآداب لمن يود العودة إليها مرة أخرى، وستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو إذا حدا بده يرجع ويشوف شو حكى سماح إدريس عن فخري كريم، وهل كان ذلك بالفعل يستوجب رفع دعوى قضائية أم لا. أنا عدت لقراءة المقال كلمة كلمة سطر سطر حتى تاريخ أو اللي توقيع وتاريخ الذي وضعه الراحل سماح إدريس أسفل مقاله. أنا في رأيي أن تلك الانتقادات الواردة كانت ثقافية وسياسية، ربما شابه شيء من الحدة والانفعال والتوتر، لكن لا تستوجب تقديم شكوى أو رفع دعوى قضائية ضد سماح إدريس، وكان بالإمكان أن يرد عليها فخري كريم بالأسانيد والأدلة إذا كانت متوفرة لديه. هذه الشبهات التي أثارها وهي ليست شبهات سماح إدريس لكن شبهات آخرين وأغلبهم رفاقه، كان بإمكان فخري كريم اللجوء إلى الرد الثقافي والأدبي ويبرز الوثائق الموجودة لديه ويحرج سماح إدريس بكمية الوثائق التي تفند وتبدد تلك الشبهات وتطيح بالمقال. لكن ماذا فعل فخري كريم؟ لم يقدم شيء، لم يكتب شيء، جيش وحشد ورفع دعوى ضد سماح إدريس أمام القضاء اللبناني، وصار يستنجد برفاقه وبعض الشيوعيين القدامى وبالمثقفين لكي يدافعوا عنه هو من تلقاء نفسه، يعني لم يقدم دليلا قطعي الثبوت والدلالة فيما يتعلق بهذه الشبهات ويطيح بها وينهيها نهائيا يعني في أرضها عبر مقاله وبالمنهجية، بحكم أنه كان يعني يرأس تحرير ويملك امتياز مجلة النهج، يعني كان بإمكانه أن يرد على سماح
إدريس بمنهجية وبوثائق. لم يفعل ذلك، لجأ إلى المحاكم ويطالب فخري كريم سماح إدريس بالوثائق التي تؤكد تلك الشبهات. يعني سماح إدريس لم يتهم بشكل مباشر وقطعي، إنما أثار بعض الشبهات في هذا الخصوص. فخري كريم يطالب سماح إدريس بتأكيد وتثبيت تلك الشبهات بالأدلة، رغم أنه يعني الإطار الحقيقي والإطار القانوني والإطار الثقافي والفكري والأخلاقي يملي على فخري كريم إبراز الوثائق والأدلة التي تفند تلك الشبهات، مش يطالب الشخص الآخر أنه هو مجرد شبهات، أثار مجرد شبهات في هذا الإطار، وهي ليست شبهاته، ليست شبهات أصيلة لسماح إدريس، إنما شبهات اعتمد على مقالات في أو مذكرات أو كتب وما إلى ذلك. يعني كان حري بفخر كريم تقديم دزينة وأطنان والملفات المتلتلة التي يعني تؤكد زيف كل تلك الادعاءات والشبهات. لم يفعل ذلك. لماذا لم يفعل ذلك؟ في تقديري أنه كان بحاجة إلى مكسب قانوني، وبحاجة إلى قرار من القضاء اللبناني الذي يدين سماح إدريس بما لديه من مكانة ومقام ثقافي استمده من والده سهيل إدريس ومن دار الآداب وتاريخ دار الآداب ومجلة الآداب اللبنانية، لكي في حال كسب فخري كريم قرارا قضائيا لصالحه ضد سماح إدريس، الآخرين خارج الإطار الشيوعي أو لن يتجرأ أحد على إثارة تلك الشبهات مرة أخرى حول تجربة فخري كريم. فخري كريم كان بحاجة إلى هيك شيء، أنه شوفوا القضاء برأني، سماح إدريس اتهمني والقضاء اللبناني برأني، مين بيفتح تمه رح سألجأ للقضاء. هذا كان يعني، وكان موضوع مكاسرة يعني بين مؤسسات ثقافية عريقة لديها رصيد ثقافي كبير مهول، مع مؤسسة ثقافية حديثة النشأة والنعمة، لكن تحظى بنفوذ كبير ومهول من العلاقات مع النظام السوري على زمن حافظ الأسد والنظام السوري على زمن بشار الأسد. ومعلوم سلطة وسطوة واحتلال النظام السوري للبنان في حقبة الأسدين الأب والابن، ومدى تأثير تلك السلطة وذلك الاحتلال على قرارات ومزاج القضاء اللبناني أيضا. يعني ينبغي الأخذ الصورة كاملة بعين الاعتبار لتحليل لماذا رفع فخري كريم دعوة أو فتح دعوة ضد سماح إدريس بناء على ما قال أمام القضاء اللبناني. اسمحوا لي أن يعني في هذا الإطار أن أقرأ عليكم مقتبسا من ذلك المقال، ويتعلق بشكل مباشر بتجربة فخري كريم. وأنا أقصد هنا مقال نقد الوعي النقدي كردستان العراق نموذجا، المنشور كافتتاحية في مجلة الآداب اللبنانية، عدد شهر أيار وحزيران 2007. مما جاء في مقال سماح إدريس: إن شبكة الإنترنت تكاد تختنق بما يكتب دوريا عن هذا الزميل الناشر، ويقصد فخري كريم، وكثير من الأخبار والتعليقات مكتوب بالعربية. إن كان
مثقفون ومراسلون الذين حضروا أسبوع المدى الثقافي في أربيل في 2007، ويقصدهم إن كان مثقفون ومراسلون لا يتقنون لغات أخرى، فإذا كانوا ما يزالون يجهلون استخدام الإنترنت أيضا، وهو أمر مشكوك فيه والكلام لسماح إدريس، فيكفي فيكفي أن يلتقوا بأي شيوعي عراقي مخضرم ونظيف من حزب الرفيق فهد، يقصد الحزب الشيوعي العراقي، ليعلموا أين آلت أموال الحزب الشيوعي العراقي، أموال الفقراء والطلاب وعائلات الشهداء وأموال مجلة النهج ودار المدى، وليعلموا صلات بعض الشيوعيين العرب، الشيوعيين العراقيين القدامى الجدد، بمخابرات صدام نفسه في الستينات والسبعينات، فضلا عن المخابرات العربية والأمريكية والبريطانية. ويقصد بالمخابرات العربية مخابرات نظام السوري فيما تلا ذلك من عقود، أم إن ذلك كله لا يهم ما دام بعض الممولين العراقيين الكبار الحديثي النعمة يقيمون المهرجانات الثقافية ويدعمون الثقافة الشعبية بكتاب مجاني يوزع بالملايين كل شهر، ويقبلون عثرات بعض الشيوعيين السابقين ممن قرروا لحس ماضيهم ومحاكمة، حاطط المحاكمة بين مزدوجين، ومحاكمة ماركس ولينين والإشادة بالديمقراطية العراقية الجديدة. ويقصد الشيوعيين أنه إجراءهم لمراجعات نقدية فيما يتعلق بالماضي اليساري وبالأفكار اليسارية ماركس ولينين وكل القصص، ويتجاهلون يعني ما بين ظهرانيهم من تجربة ثقافية وسياسية، ويوحي يعني بمسألة الشبهة، وجود شبهات الفساد في الأوساط الثقافية العربية عموما والعراقية على وجه التحديد. هذا هو النص. يعني هو لم يتهم بشكل مباشر وصريح ويعني فخري كريم، لكن أشار أنه هذا المهرجان الذي يقام في كردستان العراق. هلا أنا عدت للمقال، يعني فيما يتعلق ب فيما يتعلق بانتقاده لتجربة كردستان العراق والعلاقة وإسرائيل ومنها الأسطواني، هاي يعني كلام يؤخذ به ويرد عليه في إطار السجالات الثقافية السياسية أيا تكن، يعني لكن يعني يصار إلى مسألة رفع الشكاوى وعلى ومطالبة سماح إدريس بتقديم الأدلة، وهو قدم بعض الأدلة في سياق مقاله حول مسألة الوجود الإسرائيلي وعلاقات الإسرائيلية مع القيادات الكردية، وهذه المسألة لا ينفيها الأكراد عن أو بعض الكرد عن أنفسهم في هذا الإطار. لكن في تقديري لو كان سماح إدريس حيا وزار كردستان الآن، سواء بمهمة صحفية أو كسائح لمراجعة يعني الأوضاع هناك، في تقديري يعني كان سيراجع مقاله، أقله الحدة في الكلام وفي الاتهام الموجه إلى التجربة الكردية، بمعزل عن الموروث العروبي والقصص يعني المعروف عن العروبيين يعني في هذا الإطار. وإذا زار سماح إدريس يعني يا ليته كان حيا، يعني لخفض سقف انتقاداته للتجربة الكردية ورفع سقف انتقاداته لتجربة فخري كريم في مقاله المنشور في 2007. إذا
الآن لو كان حيا وزار كردستان العراق في 2025، في تقديري أنه كان سيخلص إلى هذه النتيجة: خفض مستويات النقد للتجربة الكردية ورفع مستويات النقد لتجربة فخري كريم. من جهة أخرى، الآن في 2025، ولو كان الأستاذ سماح إدريس حيا وكتب ذلك المقال الآن، في تقديري إذا رفع فخري كريم نفس الدعوة في 2025 على سماح إدريس لخسرها. لماذا؟ لأنه الآن فخري كريم لا يمتلك ذلك النظام السياسي العميل للنظام السوري، يعني بإشارة من حافظ الأسد ومن بشار الأسد رؤساء دول وحكومات تتغير في لبنان، فما بالكم في الأحكام القضائية. لماذا؟ يعني في تقديري الآن إذا رفع، لو كانت الأمور يعني سماح إدريس حيا وكتب نفس هذا المقال، لرفض القضاء اللبناني دعوى وشكوى فخري كريم شكلا ومضمونا، لرفضها. يعني لأنه فخري كريم فقد السند مالته، سند نظام البعث السوري، نظام حافظ أسد، ونظام الملالي من نظام شو اسمه حزب الله اللبناني، فقدهما. ويعني خسارة كبيرة لفخري كريم بفقدان نظام بشار الأسد ونظام حزب الله في لبنان وفي سوريا. مقصدي صار واضحا أنه قبول تلك الشكوى وتلك الدعوة ضد سماح إدريس، لأنه لبنان وقتها كان تحت سيطرة حزب الله ونظام بشار الأسد. صحيح بشار الأسد خرج بجيشه، لكن طهران ودمشق سلطت على لبنان نظاما أكثر فاشية ودموية من الأنظمة اللبنانية السورية الإيرانية التي سبقت جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وفخري كريم نفسه لم ينفي هذه العلاقات، وربما كانت مثار فخر واعتزاز لديه أن تكون لديه علاقات مباشرة مع حافظ الأسد ومع بشار الأسد ومع النظام في سوريا ككل والمؤسسة الأمنية. يعني هل فخري كريم يعني كان يجهل ما يفعله نظام السوري في حق السوريين كردا وعربا؟ طبعا لا. في حق الشيوعيين وفي حق المعارضين ككل. يعني هل حافظ الأسد كان بالنسبة لفخري كريم رمزا تقدميا واشتراكيا وداعما لحركات التحرر والتي يمثلها فخري كريم وحقيبة فخري كريم؟ هو نفسه يعترف بأنه تلقى أموالا من حافظ الأسد في برنامج إضاءات الذي بثته قناة العربية في 2008. يعني وستجدون يعني أسفل هذا الفيديو أيضا رابط يوثق البرنامج والفيديو، أيضا فيديو البرنامج يعترف فيه يعني فخري كريم بجانب من تجربته وعلاقاته الأمنية. يذكر أنه تلقى من حافظ الأسد 200 ألف دولار لصالح إعلام الحزب الشيوعي، ويذكر يعني أموال أخرى، دفعات أخرى تلقاها من اليمن ومن ياسر عرفات ومن القذافي. لكن في الحوار الذي أجراه معه رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل ونشرته الصحيفة في 18 حزيران 2024، ذكر فخري كريم أنه تلقى 400 ألف، مش 200 ألف دولار التي ذكرها مع تركي دخيل. فيها المقابلة ذكر 400 ألف تلقاها على دفعتين من حافظ الأسد على حياة حافظ الأسد، يعني على في فترة التسعينات.
لنقل فترة التسعينات، ولم يحدد بالضبط التواريخ، لكن قبل وفاة حافظ الأسد، هذا يعني في فترة التسعينات. في فترة المحاكمة التي رفعها فخري كريم على سماح إدريس، وصار في نوع من الاستقطاب الثقافي والتحشيد، مع مجلة الآداب ضد مجلة الآداب، مع فخري كريم ضد فخري كريم. ولأنه هذه الشبهات تمس فخري كريم في مسألة النزاهة فيما يتعلق بالأمور المالية، استدعى فخري كريم بيان وقع عليه ثلاثة من قيادات الحزب الشيوعي، ضمنهم السكرتير السابق عزيز محمد، ونشر هذا البيان. لكن ردا على بيان التضامن مع فخري كريم الذي وقع عليه ثلاثة من قيادات الحزب الشيوعي العراقي، كتب باقر إبراهيم الموسوي العضو السابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي مقالا في جريدة القدس العربي يوم 16 إبريل 2008، رد فيه على بيان القياديين الشيوعيين الثلاثة، وأعاد إثارة تلك الشبهات التي تلاحق فخري كريم منذ الستينات، وكرر الحديث حول التلاعب بمالية الحزب في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وحتى يعني منتصف التسعينات. وذكر باقر إبراهيم الموسوي معلومات أكثر خطورة مما ذكرها سماح إدريس في مقاله، وسأقتبس هنا مما قاله باقر إبراهيم في مقاله، وستجدون أسفل الفيديو أيضا رابط مقال باقر إبراهيم، توفى انتقل إلى رحمة الله تعالى. يقول باقر إبراهيم: الحق إن جميع التبرعات والهبات المليونية التي دفعت للحزب الشيوعي والتي أعلن عنها فخري كريم في حديثه مع قناة العربية، ويذكر برنامج إضاءات مع تركي الدخيل، تعلن رسميا للمرة الأولى، يا هذا الرجل اللي كان بالمكتب السياسي باقر إبراهيم الموسوي وكان مع فخري كريم، يقول أنه أنا كنت بالمكتب السياسي وهي أول مرة بسمع بهي هالأموال، وأنا كعضو في المكتب السياسي باقر إبراهيم الموسوي وبصفتي المسؤول الأول عن التنظيم في الحزب، أذكر أنه لم تعرض على المكتب السياسي تلك الهبات المليونية في اجتماعات المكتب السياسي، ولا أسماء ولا أسماء من سجلت الأرصدة بأسمائهم. يعني هذه الفلوس اللي اللي أخذت من هذه المصادر أكيد دخلت البنوك تحت أسماء، ولا المنشآت التي يمتلكها الحزب، إن كان ذلك كان ذلك موضع خلاف داخل القيادة. وكنت مع آخرين، ويقصد نفسه باقر إبراهيم، نرى أن المال السايب يغري بالسرقة، هذا كلامه. كانت كل التبرعات والهبات التي دفعت للحزب الشيوعي العراقي من أحزاب صديقة ورؤساء دول أو مؤسسات أو شخصيات، سواء بادر إلى جمعها فخري كريم أو سواء من أعضاء القيادة، هي ملك للحزب ولا تجوز التفرد فيه، والحال أنه لا يجوز لمن يتقدم لجباية تلك التبرعات والهبات باسم الحزب وهو الحافي بالأمس، يقصد فخري كريم، والكلام لباقر إبراهيم، مثلي
يعني باقر كريم يقصد نفسه، ومثل الآخرين أن تكون له إمبراطورية إعلامية مليونية يعرف الناس لافتاتها وعناوينها ولا يعرفون خزائنها. والكلام لباقر إبراهيم الموسوي، القيادي في الحزب الشيوعي وعضو المكتب السياسي السابق في الحزب الشيوعي العراقي. وهنا تجب الإشارة إلى أنه بعد وفاة القيادي السابق باقر إبراهيم الموسوي نعاه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في بيان رسمي أصدره يوم 28 أبريل 2024، ونشر بيان النعي وبرقية التعزية على موقع الحزب الرسمي. وستجدون أسفل الفيديو رابط بيان نعي الحزب الشيوعي العراقي لباقر إبراهيم الذي انتقد فخري كريم وأعاد إثارة الشبهات فيما يتعلق بالنزاعة المالية والذمة، ووجه بأصابع الشبهة والاتهام لفخري كريم. كذلك أشار باقر إبراهيم الموسوي في مقاله إلى أسماء لقيادات شيوعية عراقية أخرى أيضا اشتركت معه في إثارة الشبهات وتوجيه الانتقادات لفخري كريم وأدائه في قيادة الحزب وما يتعلق بالنزاع المالي. يعني الموضوع لم يقتصر فقط على باقر إبراهيم الموسوي، إنما تعدى إلى قيادات مهمة ووازنة في الحزب الشيوعي العراقي مذكور اسمهم في مقال باقر إبراهيم الموسوي في القدس العربي. السؤال هنا: هل اقتصر النقد وإثارة الشبهات حيال تجربة فخري كريم على الشيوعيين العراقيين والقيادات البارزة في الحزب الشيوعي العراقي؟ هل يعني زملائه الأقربون في قيادة الحزب فقط انتقدوا أداءه وآثاروا الشبهات حول نزاهته المالية؟ طبعا لا، الموضوع اتسع أكثر وخرج من دائرة الشيوعيين العراقيين ليدخل دائرة الشيوعيين الأردنيين. القيادي الشيوعي وعضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الأردني وممثل الحزب في دمشق سمير حنا حداد أبو سلام سنة 2009 وتحت عنوان الأردن من نافذتي نشر مذكراته التي نشرها في دمشق لدى دار نشر يعني وهمية أو دار نشر غير معروفة، تخوفا من حضور وسطوة وعلاقات فخري كريم في دمشق، ويعني ردود الأفعال التي يمكن أن يترتب عليها نشر هكذا كتب مذكرات تنطوي على معلومات خطيرة تستهدف فخري كريم. تحدث سمير حنا في مذكراته تلك الأردن من نافذته عن عمله في مجلس إدارة مجلة النهج التي كانت تصدرها الأحزاب الشيوعية العربية عبر مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية، منتدبا سمير حداد منتدبا من حزبه الشيوعي الأردني، وكان فخري كريم يرأس مجلس إدارتها مجلة النهج. وذكر حداد أنه تعرض لمحاولة اغتيال في موسكو، مشيرا بأصابع الاتهام لفخري كريم، لأن حداد طالبه في اجتماع لكشف عن الأموال والإعانات التي تتلقاها مجلة النهج يقصد، وأوجه صرفها. وذكر حداد في كتابه أن فخري كريم غضب بشدة
تاركا الاجتماع. وأشار حداد أيضا في مذكراته تلك أنه كان يعاني من مرض مزمن. يعني سمير حداد كان يعاني من مرض مزمن، وراجع أحد المستشفيات في موسكو فطمأنه الطبيب إن حالته مستقرة ولا يحتاج لأي علاجات أخرى سوى الأدوية التي يتناولها، وطلب له تحاليل إضافية من باب الاطمئنان أكثر يعني. وأثناء عودته بعد أيام إلى المستشفى لمراجعة طبيبه ومعرفة نتائج فحوصاته الجديدة، تفاجأ بوجود شخص لا يذكر اسمه سمير حداد في المذكرات، كان معروفا عنه أنه يعمل مخبرا لدى فخري كريم في المستشفى. ثم تفاجأ أكثر بكلام طبيبه إن حالته خطيرة. الطبيب غير كلامه، خطيرة جدا وبحاجة إلى عمل جراحي عاجل على وجه السرعة. استغرب حداد من تغيير الطبيب رأيه وكلامه، واستغرب من وجود ذلك الشخص المشبوه في المستشفى، ما دفعه إلى رفض العمل الجراحي، متحججا أنه يمارس حياته الطبيعية ولم تظهر عليه حتى الآن يعني دلالات حول تدهور محتمل لصحته. ومعروف يعني توفي سمير حداد سنة 2014 عن عمر يناهز 74 عاما. الغريب أن سمير حداد أشار في كتابه أيضا إلى مسألة أخرى، إلى وصال بغداش، وصال فرحة بغداش زوجة الزعيم الشيوعي وزعيم الحزب الشيوعي السوري خالد بغداش. والكلام منقول عن لسان وصال فرحة في مذكرات سمير حنا إن خالد بغداش زعيم الحزب الشيوعي السوري هو أيضا تعرض لمحاولة اغتيال من هذا النوع، وقف خلفها فخري كريم. يعني لكي يعزز سمير حداد فرضية تورط أو شبهة تورط فخري كريم في محاولة اغتياله، يأتي بمثال آخر. يبدو أنه سمير حداد فاتح وصال فرحة بما جرى معه بهذه التفاصيل، ووصال فرحة أكدت له أنه هذه الحادثة تكررت مع خالد بغداش في صورة مشابهة، أنه راجع الطبيب والطبيب طمأنه ثم غير كلامه أنه هو بحاجة إلى عمل جراحي عاجل وكذا، وربما يعني يصار إلى أنه حدثت الوفاة في غرفة العمليات بشكل مفاجئ أو شيء من هذا القبيل، وتضيع الطاسة يعني. طبعا في لقاء فخري كريم مع تركي الدخيل ذكر أنه سيرفع دعوى ضد باقر إبراهيم الموسوي في بلاد المهجر، ويقصد في السويد. لكن بكل تأكيد القضاء السويدي سيرفض هذه الدعوة، هذا في حال إذا هو رفعها يعني. ولو كان رفع الدعوة ضد الموسوي وكسبها أمام القضاء السويدي لما منعه الحزب الشيوعي العراقي، المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي. هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد أنه فخري كريم لم يرفع دعوة ضد سمير حنا حداد وما ذكره في كتابه أيضا في الأردن. ولو رفع دعوة على سمير حنا حداد لكان أيضا القضاء الأردني رفض دعوة أو شكوى فخري كريم، لأن الأردن لا يحكمها حافظ أسد وحزب الله اللبناني. الأردن دولة قانون، يعني دولة يحكمها ملك ورئيس وزراء وقانون، مش
دولة البعث ودولة نصر الله اللي كانت تحكم لبنان في فترة رفع فخري كريم الشكوى ضد سماح إدريس. نرجع لمعرض أربيل الدولي للكتاب. بصراحة أنا تحريت حول هذا الموضوع يعني، وبحسب المعلومات التي وردتني، وبإمكان السيد فخري كريم ووزارة الثقافة في كردستان العراق نفي هذه لهم حق الرد في هذا الخصوص. أنا ما وصلني من مصادر موثوقة أنه فكرة المعرض، معرض أربيل الدولي للكتاب، كانت للدكتور عصام خضير مالك دار الذاكرة العراقية، وهو يعني صاحب الفكرة الحقيقية لمعرض أربيل الدولي للكتاب، وقام بتنظيم دورتين بالاتفاق مع وزارة الثقافة الكردية في إقليم كردستان العراق، ووزير الثقافة وقت ذاك فلك الدين كاكي، المثقف المتنور الكردي المعروف الذي رحل عن عالمنا. إذا فكرة المعرض في الدورة الأولى، في الدورة الثانية 2006 2007 كانت للدكتور عصام خضير مالك دار الذاكرة العراقية، وكان يدفع لوزارة المالية في كردستان العراق حسب أيضا المعلومات التي وردتني 200 ألف دولار لقاء رسوم يعني تنظيم المعرض، اللي يدفع لوزارة المالية 200 ألف دولار في الدورة الأولى والدورة الثانية. ودور النشر الكردية سواء داخل كردستان العراق كانت وربما خارجها أيضا كانت معفية من رسوم الاشتراك في هذا المعرض، والرسوم كانت فقط يعني دور النشر العربية هي التي تدفع هذه الرسوم. هذا ما وصلني، هذا ما وصلني من معلومات من مصادر شديدة الموثوقية يعني. وحاول يعني عصام خضير تنظيم الدورة الثالثة، والتقى بمحمد عبد اللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب وقت ذاك في نهاية 2007. وهذا الأخير يعني محمد عبد اللطيف دعا إلى اجتماع، عقدوا اجتماع اتحاد الناشرين، المكتب التنفيذي في اتحاد الناشرين العرب عقدوا اجتماع في مسألة المشاركة في المعرض. اتحاد الناشرين السوريين لم يشارك في الدورة الأولى 2006 و2007، قرر المشاركة في دورة 2008 الدورة الثالثة لمعرض أربيل الدولي. لكن ماذا حدث بعد كل هذه التفاصيل؟ لم تمضي أيام قليلة جاء موظف يعني من دار المدى إلى اتحاد الناشرين العرب، ومعه دعوات للمشاركة في هذا المعرض، ومعرض أربيل الدولي. وعندما علم فخري كريم بزيارة عصام خضير لدمشق واجتماعه مع رئيس اتحاد الناشرين العرب، اتصل فخري كريم بمحمد عبد اللطيف ووضعه في صورة التطورات والمستجدات، وأن دار المدى خلاص أخذت امتياز إقامة معرض أربيل بشكل نهائي، ويعني ينبغي على اتحاد الناشرين العرب التعامل مع الأمر في هذا الإطار. هذا الكلام يعني أتى مفاجئا وأتى مباغتا، ويبدو
أنه وزير الثقافة في إقليم كردستان العراق فلك الدين كاكي، الراحل فلك الدين كاكي، يعني لم يكن راضيا عن هذه الصفقة. يمكن أن نسميها صفقة استغل فيها فخري كريم علاقته مع الرئيس العراقي جلال طالباني، لأنه فخري كريم وقتها كان كبير مستشاري جلال طالباني، واستغل أيضا علاقته بالزعيم الكردي مسعود بارزاني للحصول على هذا الامتياز، وبالالتفاف على وزير الثقافة الكردي آنذاك فلك الدين كاكي. طبعا فلك الدين كاكي اعترض حول هذا الموضوع، لكن الأمر خرج من يده. ويعني في هذه مسألة النزاع والاستناد على العلاقات، شبكة العلاقات، علاقات فخري كريم مع جلال طالباني ومع مسعود بارزاني، يعني جعلته في موقع قوة يتجاوز فيه وزير الثقافة الكردي فلك الدين كاكي، وهذا ما دفع فلك الدين كاكي لمقاطعة الدورة الثالثة في 2008، ولم يحضر ولم يزر المعرض كنوع من الاعتراض والاحتجاج. وبعدين يعني ترك هو أيضا وزارة الثقافة فلك الدين كاكي. وفلك الدين كاكي لمن لا يعرفه هو أيضا شيوعي عتيق وقديم، ترك صفوف الحزب الشيوعي وانتسب للحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الزعيم الكردي مسعود بارزاني. ذكرت لكم أنه السيد فخري كريم كان يتمتع بعلاقات قوية، ويعني لديه شبكة علاقات أخطبوطية مع أنظمة شرق أوسطية، وأنا لا أعلم علاقته مع الأمريكان والأوروبيين، هذه لا أعلمها. لكن ما كشفه فخري كريم نفسه في حواره في الشرق الأوسط أنه هو كان مستشارا لجلال طالباني على امتداد من 2006 ل 2014، يعني لغاية نهاية ولاية جلال طالباني. كان مستشارا ليس للشؤون الطباعة والنشر والثقافية، لا، كان مستشارا حتى في قضايا أمنية حساسة. يعني بيروح بيجلس مع القيادات الأمنية الإيرانية، مع قاسم سليماني، يتغدى يتعشى مع قائد الحرس الثوري، ويتبادل الآراء فيما يتعلق بمستقبل العراق. وكل هذه التفاصيل يعني كان معني بها فخري كريم، وهو موفد. يعني جلال طالباني حسب ما ذكره هو في حواره مع غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط، وأيضا ستجدون أسفل الفيديو الرابط. هذا من جهة. حتى فيما يتعلق بالنظام السوري على زمن حافظ الأسد، حافظ الأسد بلسان حافظ الأسد يعني قال أنه علاقته مباشرة مع علي دوبة، المسؤول الكبير، اللواء الجنرال الأمني الكبير في نظام حكم حافظ الأسد. بعد موت حافظ الأسد كيف كان يرتب أموره فخري كريم مع نظام بشار الأسد، هذا أيضا معروف ومكشوف. حجم حضوره في دمشق ونشاطات دمشق الثقافية والأدبية وأسبوع المدى الثقافي آه، في دمشق. في فترة مرض جلال طالباني، يعني فترات متعددة في 2007 2010، لكن آخر وعكة صحية ألمت بجلال الطالباني ولم يقم منها يعني، وتوفى. يعني صارت شائعات تتحدث عن احتمالات تعرضه للتسميم، التسمم يعني، في هذا الإطار. تلك كانت شائعات أقولها هنا أيضا في هذا الإطار. والغريب أنه كلا الشخصين، جلال طالباني وفخري كريم،
أثناء الحديث عن تجاربهم أو تجربتيهم شيء مشترك، أنه تعرضوا لمحاولات اغتيال عديدة ونجوا منها بأعجوبة. هذه المحاولات نجوا منها بأعجوبة. آخر محاولة اغتيال صارت لفخري كريم في العام المنصرم، عندما استهدف مكتبه كذا، وجرى تسويق للموضوع لأنه، وحتى فخري كريم يتحدث كثيرا عن هذا الموضوع على أساس أنه كان يشكل خطرا كبيرا ومهولا وفظيعا، ويهدد نظام صدام حسين إلى درجة أنه برزان التكريتي أخوه غير الشقيق والمسؤول عن المخابرات العسكرية لنظام صدام حسين يشرف على عملية اغتيال فخري كريم. ما الوزن والخطورة التي يشكلها فخري كريم وقت ذاك لتجعل يعني منه هدفا، أو ليجعل نظام العراقي على زمن صدام حسين يستهدف فخري كريم في مخططات أو مؤامرات اغتيال. مقصدي أنه الاثنين سبحان الله يعني تعرضوا لمحاولات اغتيال عديدة من النظام العراقي السابق، ونجوا من هذه المحاولات بأعجوبة. الله يطول عمر فخري كريم إن شاء الله، ونتمنى له السلامة الدائمة بعيدا عن أي مخاطر تستهدف حياته وتستهدف مؤسسته الثقافية. ذكرت وأكرر طرح هذا السؤال أنه دكتور عصام خضير مدير دار الذاكرة كان يدفع لمالية كردستان العراق 200 ألف دولار. لا نعلم، والرأي العام ينبغي أن يكون مطلعا في هذا الخصوص، وهذا مش سر من أسرار الدولة. يعني الكشف عن حجم الموارد أو الوارد من مؤسسة فخري كريم لقاء الحصول على امتياز إقامة معرض أربيل الدولي، وهو أن نعرف يعني في كل دورة حجم المبالغ التي تقدمها مؤسسة المدى إلى وزارة المالية الكردية في إقليم كردستان العراق الفيدرالي. أعتقد أنه الوقت حان يعني، والرئيس نيتشيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسعود بارزاني والزعيم الكردي مسعود بارزاني يعني لا يدينون بشيء، أو أفضال فخري كريم لم تغرقهم ولم تغرق كردستان ولم تغرق الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجه التحديد وعائلة البرزاني على وجه التخصيص حتى يشعروا بتلك المديونية تجاه فخري كريم أو مؤسسة المدى. الموضوع يتعلق بدولة بإقليم، يعني منح امتياز لنشاط ثقافي معين لدار نشر معينة، هذا جائز، لكن تنظيم معرض دولي ينبغي أن يكون محصورا في أو بوزارة الثقافة في هذا الإقليم، أو ألغوا دور وزارة الثقافة في كردستان العراق، أو اكتبوا أنه هذه مهمات وزارة الثقافة باستثناء تنظيم معارض دولية تتعلق بالكتاب، وهذا متروك لمؤسسة المدى بناء على اتفاق مدته سقفه الزمني 99 سنة 75 سنة 50 سنة، عشان نعرف يعني بكرة إذا رحل بعد عمر طويل السيد فخري كريم أو بعد عمر طويل السيد مسعود بارزاني، يعني الموضوع لا يستمر يعني، أو الرأي العام الثقافي والرأي العام الكردي والعربي يعرف أنه هذا المعرض إلى أي مدى مرتبط بهذه المؤسسة التي هي مؤسسة المدى للفنون والثقافة في العراق. أعتقد أنه هذا الملف ينبغي أن يفتح، وكل من يعارض فتح هذا الملف هو متورط أو مستفيد بشكل أو بآخر من استمرار
بقاء امتياز معرض أربيل في عهدة دار المدى وفخري كريم زنجنة. بالعودة إلى هذا الكتاب، كتاب ثلاثية الفساد الإرهاب الطائفي، كتاب الأستاذ فخري كريم. بالعودة إلى هذا الكتاب، وذكرت أنه آه، العنوان يشي بالمضمون، والكتاب أو المكتوب مبين من عنوانه، هذا واضح يعني. وما يتعلق بمسألة المنصب والكرسي، أعتقد أنه أحد المتورطين في نظام فاسد كنظام نور المالكي ومن أتى قبله ومن أتى بعده هو الأستاذ فخري كريم، وهو بنفسه اعترف في حواره مع الشرق الأوسط، أنا لا أفتري، بنفسه اعترف أنه كان من أكثر الداعمين لنظام نوري المالكي. والآن يسطر لنا، طبعا هو اعتذر في حواره مع غسان شربل، ويسطر لنا ويقدم لنا الكتب، ويتحدث وينظر عن مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب والطائفية. طبعا فخري كريم يتمتع بعلاقات قوية كشيوعي وعلماني وتنويري بنظام طائفي فاشي مستبد، هو النظام الإيراني، هذا واضح. وتصريحاته ومقابلاته تفقأ الأعين في هذا الإطار. وأيضا فخري كريم الشيوعي اليساري العلماني التنويري كان على علاقة عميقة ووشيجة مع نظام طائفي فاشي ديكتاتوري ونظام حافظ الأسد، ومن بعده نظام بشار الأسد. واحد دعم النظام العراقي على زمن نور المالك وشخصية نور المالك، وصديق لنظام حافظ الأسد، وصديق لنظام الملالي في إيران، مع بعض الانتقادات الطفيفة التي لا لزوم لها يعني، ولا يمكن أن تخفي عريا في هذا الخصوص. تجربة من هذا النوع، شخصية من هذا النوع تتصدر الواجهة الثقافية باعتبارها يعني داعية للوطنية وللعلمنة ولمكافحة الفساد ولمكافحة الطائفية والإرهاب. في فترة التي كان يدعم فيها فخري كريم نور المالكي، نظام نور المالكي التابع للإيرانيين بمقالاته وبتصريحاته، كان نظام نور المالكي يرتكب ما يرتكبه في حق العراق والعراقيين من سلب والنهب وقمع واستبداد. شخص متورط إلى هذه الدرجة وإلى هذه المستويات مع هذا النسق من أنظمة فاسدة، ومن أنظمة طائفية، ومن أنظمة إرهابية مارست الإرهاب ضد شعبها وضد الآخرين. بالفعل هو أبرز من يمكن أن يقدم لنا كتابا عن ثلاثية الفساد والإرهاب والطائفية. نعم، المسألة يعني غير خاضعة للشبهة فيما يتعلق بالمكتوب والكتاب، لكن السؤال يعني متعلق بمدى مصداقية الكاتب، بمدى عدم ضلوع وتورط الكاتب في هذه العملية، في هذه الثلاثية، ثلاثية الفساد والإرهاب والطائفية. براءة هذه الشخصية، مستويات براءة هذه الشخصية، هل هي بنفس مستوى
مصداقية ما هو موجود بين دفتي هذا الكتاب أم لا؟ سؤال متروك لكم وللحاشية وحشود وأنصار الأستاذ فخري كريم. هذا الفيديو لا يفسر، يعني ربما يصار إلى تفسيره على محمل أنه أعداء النجاح ومن الكلام الفاضي والأسطوانة. لا، هذه مسائل جدية ومسائل ينبغي الرد عليها بالوثائق، بالأرقام، بالأرقام، وليس برفع دعاوى قضائية. وفي حال فكر الأستاذ فخري كريم يرفع دعوى قضائية علي أمام القضاء البلجيكي، يا أهلا وسهلا ومرحبا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه. في حال فكر يعني بنفس المستوى والتفكير الذي فعله ضد سماح إدريس وضد آخرين لربما. أكتفي بذلك وآسف على الإطالة، شاكرا حسن الاستماع، وعلى أمل الحديث في مواضيع أخرى تهمنا ككتاب ومثقفين وكبشر عاديين. دمتم بخير.